يا مساء الفل على الكل، معاكم مذيع الكورة. في الفيديو ده هنتكلم عن مباراة الاتحاد السكندري والاسماعيلي اللي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. يلا بينا. بداية كده مباراة كبيرة قدمها الاتحاد السكندري والاسماعيلي واستمتعنا بيها. الاتحاد السكندري ضيع فرص كتير والاسماعيلي ضيع فرص كتير علشان تخلص المباراة بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق. المبادرة التهديفية كانت للاتحاد السكندري لما استغل خطأ دفاعي فادح للاعب محمد نصر مدافع النادي الاسماعيلي، لما الكرة اتلعبت من الخلف للامام وما قدرش ان هو يطلع الكرة، راحت على طول للي ما بيرحمش مبلولو عشان يرقص احمد عادل مبني بمهارة كبيرة جدا ويعمل كرة في اتجاه المرمى كده بتمشي بجوار الخط كده، ولكن لحقها على طول بوتينج ويسجل الهدف الاول للاتحاد السكندري. الامور طبعا صعبت على النادي الاسماعيلي ان هو يقدر يرجع بعد تقدم الاتحاد السكندري اللي كان بيدور على انتصار اول بعد عدم الانتصار في مباراتين متتاليتين، هزيمه وتعادل. ولكن سرعان ما رجع النادي الاسماعيلي المباراه بسرعه جدا بفضل الهجوم اللي كان اكتر من رائع في هذه المباراه، وكان افضل خطوط النادي الاسماعيلي بتمريره رائعه من عبد الرحمن مجدي اللي كان واحد من نجوم المباراه علشان يعمل الفنت الرائع جدا احمد الشيخ ويربك دفاعات الاتحاد السكندري علشان يحطها مخلوف وهدف، ولا اجمل ولا اروع من اجمل اهداف الدوري. وبكده قدر الاسماعيلي ان هو يتعادل 1-1. الاسماعيلي ما سكتش على كده، بدا ان هو يزود من هجومه اكتر، ودي كانت حاجه ايجابيه من ايهاب جلال ان هو بدا يدور على الانتصار. ولكن انتهى الشوط الاول بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق. الشوط الثاني كان افضل بكتير جدا النادي الاسماعيلي هجوميا، والاتحاد السكندري كان عنده اكتر من محاوله سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني، ولكن كان تالق كبير جدا للحارس احمد عادل عبد المنعم في النادي الاسماعيلي، وتالق اخر طبعا للمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري علشان تنتهي المباراه 1-1. ولكن النقاط السلبيه جدا في النادي الاسماعيلي هو خط الدفاع اللي كان يعني بشكل سيء جدا ظهر في هذه المباراه، وشفنا خطا فادح في هدف الاتحاد السكندري عن طريق محمد نصر اللي اخفق في تقدير الكوره وراحت لمبولولو اللي ما بيرحمش، اللي قدر ان هو يصنع فرصه الاتحاد السكندري وعنده 90% من الهدف اللي سجله الاتحاد السكندري بمهارته الكبيره اللي قدر يستغلها باحراز الاتحاد السكندري الهدف الاول. ولكن برضو من الايجابيات في نادي الاسماعيلي اللي احنا شفنا اداء مختلف لعبد الرحمن مجدي، وبدا ان هو يدخل في الجيم بشكل جيد جدا عن المباريات اللي قبل كده. وطبعا يعني اللي هنتكلم عنه برضو هو احمد الشيخ اللي للمباراه الرابعه على التوالي بيساهم بشكل كبير جدا في مباريات النادي الاسماعيلي. شفنا 3 مباريات متتاليه بيسجل 3 اهداف وبيقدر يصنع هدفين، والنهارده كمان يعتبر هو مشارك في الهدف الجميل اللي سجله النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي طبعا بعد التعادل ده قدر يوصل للمركز رقم 13 برصيد 19 نقطه، ولكن الاسماعيلي عنده مباراتين جايين برضه هيكونوا خارج الارض. يعني الاسماعيلي كده 3 مباريات متتاليه هيكونوا بره الارض. لعب الاتحاد السكندري وخلصوا خلاص وانتهى تعادل ايجابي. عنده المباراه الثانيه النادي الاهلي، المباراه الثالثه خارج الارض برضه هتكون امام فاركو وبرضه في استاد برج العرب. 3 مباريات للاسماعيلي في استاد برج العرب. 3 مباريات ايضا لنادي الاسماعيلي لم يحقق فيهم انتصار. لازم الجمهور يدعم اللعيبه ويدعم الفريق في الفتره اللي جايه. الاتحاد السكندري برضه نفس الوضع، ما قدرش يفوز في 3 مباريات متتاليه في المباريات اللي فاتت زي الاسماعيلي. الاثنين عندهم تعادلين وهزيمه وكانوا بيدوروا على الانتصار، والاتحاد بالتعادل ده اصبح في المركز الرابع برصيد 29 نقطه متفوق على النادي المصري. ولكن الاتحاد السكندري عنده مباراه زياده، ولكن خلي بالكم لسه للاتحاد السكندري مباراه مؤجله من الدور الاول، ودي اللي هتحدد مين اللي هيلعب في افريقيا امام النادي الاهلي، واللي هتكون ان شاء الله يوم 7 مايو. يعني ولا تعادل الاتحاد السكندري مع سيراميكا ولا تعادله مع الاسماعيلي بنفس النتيجه سبحان الله هيفرقوا في مشاركه الاتحاد السكندري او المصري في بطوله افريقيا. ده كان ملخص سريع لمباراه الاتحاد السكندري والاسماعيلي واللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 في الدوري الممتاز. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى الاشتراك، واللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي مش متابعني يتابعني، واشوفكم تاني في فيديو جديد. مذيع الكورة.